بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. يا مساء الفل والورد على أحلى متابعين. بحبكم في الله، وبشكر برضو كل اللي معايا على القناة، بشكره جدا جدا. وجزاك الله خير. ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم ويفادوهم ويكفوهم شر الطرق وشر المستخبي في علم الغيب يا رب. اولادنا واولادهم واولادكم واولادهم واولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب. وانصر المسلمين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ارض يا رب. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب. اللهم انصر فلسطين واليمن وجميع البلاد العربية، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجلا يا رب. هنا يا بنات معايا كيلو طحين، هعمل معاكم وصفة جميلة جدا جدا. معايا كيلو هنا كيلو طحين. طبعا انا نخلت كده وبحترت الدقيق دي بسيطة عشان العجانة ضيقة. حطينا الملح، حطيت كده الملح. معلش بقى الصوت لو جاي من بره، عندنا مهرجان بره والله. حطيت الملح وهنقلب كده الخميره مع السكر، معلقه ونص سكر ومعلقه خميره، وهنعجن بحليب. وهنا ميه في الخميره، ميه ما حطيتش حليب، كوبايه الا ربع ميه كده حطيت فيها السكر والخميره. عاملين لكم وصفه جميله جدا يا بنات، تعملوها حلوه قوي 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 للولاد كده، يفطروا بها قبل ما يروحوا المدرسه او يرجعوا ياكلوها برضو كده ما طبختوش او حاجه لسه، وتحطها في التلاجة كده تقعد لها يومين 3 جميله جدا. وتلفوها كده ببلاستيك، تلفوها كده ببلاستيك كده وتفضل طريه وجميله جدا. هنا حطيت الملح وحطيت حبايه بيض، حبه واحده بيضه، ممكن تحطوا 2 برضو. البيض جميل قوي في العجينه. هنقلب كده وهنعجن. وبعدين انا خدت العجين بصراحه، انا خدت العجين وعجنته في العجانه. هو كيلو، انا عندي العجانه كبيره، الكيلو بصراحه بيبقى قليل فيها، بس انا عجنته فيها. قلت عشان اعجنه حلو. العجين الوصفه دي بتحتاج عجين زيها زي العيش، بتحتاج عجين كويس يعني. هنا حطيت معلقه صغيره بتاع الشاي بيكنج باودر، وحاطه معلقه خل، معلقه واحده من الخل يا بنات، معلقه خل، معلقه صغيره بتاع الشاي بيكنج باودر. هنا هنحط بقى زيت الزيتون، ممكن تبدلوه بزبده، ممكن تبدلوه بزيت ذره، بس بلاش السمنه عشان السمنه بتقل العجينه شويه. العجينه دي عجينه قطنيه زي عجينه الدوب كده. نقلته في العجانه عشان اعجنه فيه زي ما انتم شايفين يا بنات كده. هي بتعجنه برضو بس عايزه مساعده معاها، عشان هي العجانه دي عندي بتاخد 5 كيلو ما شاء الله، بتاخد 5 كيلو دقيق. الحمد لله. شوفوا كده عجنته كويس جدا، لما بقى في مطه كده وبقى حلو. والعجينه لا هي طريه ولا هي جامده، هي مايله للطيران شويه، ان هي طريه شويه يعني، بس مش جامده ولا طريه قوي ان هي تبقى سايبه يعني. كده مش هنخمره قوي، هخمره برضو بس مش الخمر اللي اطفحه قوي يا بنات، لا هو يخمر بس مش عايزاه يخمر قوي. هنا سبته يخمر بقى شويه. وبعمل الكريمه دي فزروا بقى الكريمه دي معموله من كريمه حلوه قوي قوي قوي، جميله جدا جدا، وطعمها جميل وريحتها في منتهى الجمال. هنا حطيت الحليب، معايا 3 كاسات حليب، وحطيت حبيتين من البيض، وايدينا ما بتشالش من التقليب. وحطيت فانيليا، لو فانيليا سايله من اللي هي ريحتها حلوه تبقى احلى. هنا بقى اللي في الكوبايه دي يا بنات معلقه نشا ومعلقتين طحين. الخلط ده مع بعضه بيبقى جميل، بيبقى له قوام كده مختلف شويه، بيبقى جميل جدا. ودي القشطه،
دي قشطه، لان هي الكريمه دي تعتبر قشطه، يعني هي كريمه قشطيه كده. هنا بقى تحط السكر حسب الرغبه. انا حطيت 4 معالق سكر، حطيت 4 معالق على ال3 كوبايات دقيق والحبيتين دول. السكر بتاعها معقول، يعني لا هي مسكره قوي ولا هي ان هي عادبه يعني، لان دول 3 كاسات حليب. طبعا ايدانا ما بتشيلش يا بنات، ايدانا ما بتشيلش. والكريمه مش عايزينها تقيله قوي، لان هي اما تبرد هتتقل لوحدها. كده استوت، هي لازم تغلي كويس. وشايفينها ناعمه، ملمسها ناعم ازاي اهو. ما رفعتش ايدي قوي عشان تشوف الملمس بتاعها، ناعم جدا، ما فيهاش اي كتل ولا اي حاجه خالص، ناعمه زي الحرير. وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. وهنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنسمي الله وبنشاهد واحنا في العجين طبعا لازم نشاهد. اهلنا علمونا المشاهده، يعني واحنا بنعجن كده نشاهد على العجين. طبعا هي خمرت بس مش الخمر اللي قوي، عشان انا هخمرها تاني كده. يبقى زي ما انتم شايفين كده هي خمرانه وحلوه قوي. هطلع الهوا كده منها، بس انا ما غيبتهاش بصراحه، يعني هي خدت لي ربع ساعه بس. ربع ساعه في الجو اللي احنا فيه حلوه قوي، كفايه قوي يعني. هنا هنحط بقى زي ما انتم عارفين يا بنات كلكم طبعا شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس ال الطريقه اللي انا عملتها دي، الوصفه دي جميله جدا قوي اللي عنده اطفال، حلوه قوي. تعملوها ان شاء الله، وسهله جدا ما فيهاش اي صعوبه ولا اي حاجه. العجين حطينا المكونات، عجننا العجين هنقطعه وهنفرده مشرقاه قوي. هتبقى القطعيه يعني لما نيجي نفردها هنخليها تخينه شويه زي الدونات كده، بس دي الفرق ان هو يتحط في الفرن مش هيتحط في الزيت. كده هغطي وعلى طول هاخد من اللي انا قطعته الاول. يعني انا خلاص خلصت تقطيع، هغطيه بالكيس عشان يبقى طري. انا بحب العجينه دايما في ايدي طريه كده، واخد من اللي انا قطعته الاول يا بنات. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. بشكركم تاني وتالت يا بنات ويا ولاد، وكل اللي دخل لي يا جماعه، كل اللي معايا على القناه بشكره جدا جدا. بس انا عايزه يا بنات لايكات، اللايك بيرفع الفيديو. مش عارفه يعني اللي بيشاهدني لو يحط لايك، يعني انت كده كده فاتحين الفيديو، ما نحط اللايك عشان تساعدونا كده في في رفع القناه. يعني الفيديو لما تشاهدوا وتحطوا لايك، اللايك بيرفع القناه يا جماعه. فبعد اذنكم يعني لو سمحتوا حطوا لنا لايك. شايفين الفرد سهل ازاي؟ ما خدتش دقايق يا جماعه منه والله، الفرد سهل جدا جدا. بس انا عشان ما اطولش في الفيديو طبعا برضو ما كملتش كله، بس شايفين في ثواني. انا ما برققهاش يا بنات عشان هنحط عليها الكريمه الجميله اللي انا عاملاها معاها زي ما انتم شايفين كده. ده الكريمه، ده شويه حليب يا بنات، حليب عادي جدا من اللي عجنه منه، وحطيت عليه معلقه حليب بودره. حطيت معلقه حليب بودره واقلبه كويس جدا، وهنعجن وهندهن بوه الوصفه بتاعتي. ودي الكريمه اهي هنعبيها في الكيس الحلواني ده، وهنحطها عليه وخلاص. الوصفه سهله وبسيطه، بس الكريمه دي مفيده جدا، مغذيه جدا، حلوه قوي قوي قوي. معموله بالحليب ومعموله بالبيض ونشا ودقيق، يعني هي فيها طحين ونشا. خدوا بالكم يا بنات الطعم فوق الخيال، يعني هي قشطه جميله جدا. حاطه فيها كميه قشطه برضو حلوه، شويه قشطه حلوين كده، يجي ربع كيلو قشطه اللي انا حاطاه ده، حاطه فيه كده. احنا هنعك
هنعك قاع الكوبايه حليب من اللي انا عاملاه للدهان، وهنعمل الوصفه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين يا بنات. هنعكها حليب عشان ما تلزقش في العجينه. شايفين ما فيش، بنلفها بس عليها لفه واحده كده بتقوم عاطيالنا الشكل اللي احنا هنعمله ده. ايه رايكم بقى في الاختراعات تاتا امال؟ الوصفه دي جميله جدا جدا، تشبه الدونت يا جماعه، بس اللي في الفرن بقى. عايزينها تخينه عن كده شويه، خلوها تخينه عن كده، بس انا عاملاها فرداها. ممكن نكورها بس ونحطها ترفع شويه ونعملها زي ما انا عاملاها. عايزينها رقيقه زي ما انا عاملاها، اعملوها برضو زي بططوها شويه وحطوها ترفع، وشكلوها زي ما انا عاملاها كده بالظبط. بشكر تاني وتالت اللي معايا على القناه، وادخلوا لنا يا جماعه كده اللايكات. بحب اللايكات قوي، وبحب التعليقات اكتر حاجه بحبها التعليقات بصراحه. حطوا لنا كده تعليقات. حد يعني الحب في الله يا جماعه يعني جميل قوي، حلو، حاجه حلوه قوي. الحب في الله ما يتقلش بمال الدنيا، والله ما يتقل بمال الدنيا. بس هي الناس اللي السكينه سرقاها بصراحه، الناس مش عارفه عاد في ايه في الدنيا بالظبط. والله العظيم انا العريس اللي متوفي ده، اللي توفى ليله دخلته ده، انا سمعت كتير ومرضت افتح فيديو ولا اتفرج عليه، ولا على فرح ولا على اي حاجه خالص. وجاي الولا فاتح فيديو جنبي وببص كده، ساعه ما شفته والله يا جماعه ما بطلت بكره، قلت يا ريتني ما شفته. انا ما بحبش اشوف بصراحه الحاجات دي، لا بحب اشوف حد متعور ولا حد تعبان ولا حاجه. ربنا ما يفجعكم على اولادكم ابدا ابدا يا رب، يا رب ما يفجعكم على اولادكم ابدا يا رب، لا انا ولا انتوا ولا المسلمين اجمعين يا رب. ربنا ما يفجعنا على عيالنا ابدا يا رب، وكفوهم شر الطرق وشر المستخبي في علم الغيب، وما تفجعنا عليهم ابدا يا رب، لا على اولادي ولا اولادهم ولا اولاد المسلمين اجمعين يا رب. ومتابعيني واللي بحبني في الله، ربنا يا رب يفادلكم عيالكم. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم تقبل مننا يا رب. كده بندهن يا بنات بحليب العادي وحليب البودرة اللي انا قلبتهم على بعض. مش حاطه بقى مش حاطه لا بيض ولا سكر ولا اي حاجه في الدهان. هتشوفوا رخر شكله طالع جميل تحفه من الفرن، وطالع قطمي وجميل قوي قوي بصراحه، طالع حلو قوي كده. الفرن بتاعي يعني دي اخر خطوه. الفرن بتاعي طبعا والع على نار عاليه جدا يا بنات. الفرن والع على نار عاليه جدا، وهحطه على الشبكه في النص. وان ما خدش لون هنولع الشوايه، بس هنقف قباله لان هو هيحمر على طول. هنحطه على الشبكه في النص. مثلا الفرن ولع على 280، هننزله تاني مثلا ل 180 او 190، لان هي ما بتغيبش في الفرن، ما بتغيبش خالص. ما نخليهاش تاخد لون مننا من تحت. لو لقيناها اللون بقى بدأ ذهبي من تحت وما خدتش لون من فوق، هنولع الشوايه وهنقف امالها لغايه ما تحمر، ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. كده انا حطيت عليها جوز الهند، برضو رشيت عليها جوز الهند زي ما انتم شايفين كده يا بنات. الوصفه جميله جدا جدا، طالعه بقى ما لهاش حال، ريحه جميله، طعم جميل. عجينه قطميه طريه، هي طريه من قبل ما اغطاها والله، بس انا حبيت اغطاها برضو. شايفين طريه جدا جدا، ما فيهاش اي نشفيه ولا اي حاجه، بس انا حبيت اغطاها شويه 3 دقايق كده، وبعدين اعبيها تاني معاكم. شايفين الجمال والحلاوه بقى؟ دي اعملوها بقى وحطوها في اطباق كده بلاستيك او على صينيه، وغطوها بلاستيك وحطوها في التلاجة لاولادكم. مفيده جدا وجميله جدا. مش هقول لكم بقى اكتر من كده، انتوا عارفين بقى وشايفينها اهي، عارفينها فيها قيمه غذائيه قد ايه كلها. حلوه قوي للولاد وللكبار. شايفين بس العجينه عامله ازاي يا بنات؟
العجينة قطمية خفيفة جميلة جدا جدا. ألف هنا وشفا. عايزاكم تجربوها يا بنات، بجد تتجرب، لازم تجربوها. بس الكريمة وانتوا بتعملوها قلبوا كل حاجة على البارد، خلاها مختلطة بالنشا والدقيق، ما تعملوش نشا لوحده، حطوا دقيق مع النشا وخلاها مختلطة، وقلبوا كله على البارد، وايدكم ما تشتلش بقى وانتوا على النار، ايدكم ما تشتلش من القدر اللي انتوا بتقلبوا فيه، عشان تطلع الكريمة ناعمة كده معاكم وجميلة جدا. ألف هنا وشفا. واللايك اللي محطش اللايك لغاية الوقت يحطوا يا بنات، حطوا لنا لايك كده، ومنتظرة تعليقاتكم، ومنتظرة منكم التعليقات كده ان شاء الله. اللي يعجبه الفيديو يشهره لنا يا بنات، انا بقول كده ومحدش لا بشهر لنا الفيديو ولا بيعمل لنا حاجة. شايفين الجمال والحلاوة؟ ربنا جزاكم الله خير، كل اللي ساعدني في القناة جزاه الله خير، وما تحرمش منكم يا رب، ما تحرمش منكم والله، ما تحرم منكم ابدا ابدا، وجزاكم الله خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. كل اللي دخل على القناة وكل اللي ساعدني، كل اللي ساعدني في رفع قناتي. دي الصينية التانية الكبيرة هي بنات برضو جميلة جدا. انا بقى في الفيديو ده اول فيديو ان انا احط السندة بقى، عشان كده التصوير هتلاقوه يعني ايه حلو شوية. يلا على قد بقى، الحمد لله كده. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.